انا كنت هضيع مستقبلي بسبب عادة واحدة بس، لا فلوس ولا علاقات، هي عادة بسيطة كانت كفيلة انها تدمر حياتي كلها. من سنتين بس انا كنت تايه، شخص عشوائي، تفكير محدود، مشاكل ما بتنتهيش، الايام بتكرر بعضها، كل يوم شبه اليوم اللي قبله، انا مش بتطور، مش بتحسن في اي جانب من جوانب حياتي. انا كنت فاكر ان المشكلة في الدنيا وفي الحياة اللي انا بعيشها، بس الحقيقة طلعت ان المشكلة في عقليتي وطريقة تفكيري. لحد ما عملت عادة واحدة قدرت تفرق معايا، ألا وهي القراءة. بدأت أقرأ، مش أقول لك 10 صفحات ولا 20 صفحة، بدأت أقرأ صفحة واحدة في اليوم، صفحة واحدة في اليوم، ولاحظت الفرق. وزي ما بيقولوا صفحة جديدة بتساوي حياة جديدة. مش ملاحظ حاجة غريبة؟ إن أغلب الناجحين ورواد الأعمال زي بيل جيتس وإيلون ماسك وجيف بيسوس وغيرهم استثمروا وقتهم في القراية والتعلم. فجأة ما بدأت أواظب على القراءة لاحظت إن بقيت أفهم أسرع، بدأت أتكلم بطريقة لبقة، أفهم الدنيا حواليا ماشية إزاي. اللي عايز أقوله لك، صدقني القراية مش هواية، القراية هي سلاح أنت بتتسلح بيه. ده متغيرات الحياة اللي ما بتنتهيش. اللي مش بيقرأ مش بيحمي عقله، هيشتغل عند حد بيواظب أغلب وقته على القراية. صدقني أنت لو ما بتقراش فأنت بتظلم نفسك. ابدأ النهاردة، ابدأ بصفحة واحدة بس، شوف الفرق بعد مدة، بعد ما تواظب على القراية. اكتب لي كومنت وقول لي هتبدأ بقراية ايه.